يومنا النهاردة بدأ بمشوار مهم، لكن ما كنتش متوقعة ان هنقضي باقي اليوم بالشكل ده. رحت عند ماما، ساعدتها في شوية حاجات في البيت، وطلعنا على السطح بقى سقت الزرع، وبعدها كده قعدنا على السطح كنا فوق وختمت بقى بأحلى حاجة بحبها، الذرة المشوي. تعالي نشوف بدأنا يومنا ازاي وانتهى بإيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. قبل اي حاجة يلا نصلي على النبي في الكومنتات بنية الفرج وتيسير امورنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وحشتوني جدا 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 والله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهاردة بقى خدتكم معايا في يوم من الايام اللي بحبها جدا جدا وبتريحني نفسيا جدا جدا. خرجت من البيت بقى وكان عندي مشوار مهم الاول، قلت هروحه قبل ما اروح بقى فين؟ عندي ماما. اليوم النهارده مش في الشقه خالص، اليوم بره. هنروح مشوار مهم الاول وبعد كده هنروح عند ماما. هتشوفوا بقى معايا اليوم من اوله، ومن لحظة ما قفلت باب الشقة ونزلت لحد ما وصلت عند ماما، وهنشوف عملنا ايه هناك. فلو حابين تقضوا اليوم معايا جهزي كوباية الشاي بتاعتك، او شغلي التليفون وقومي شوفي حاجة، كانت حاجة وراكي شغلي التليفون بقى جنبك كده واسمعيني واتفرجي عليا وانت بتعملي شغل اللي وراكي، او اعملي كوباية الشاي واشربيها وانت بتسمعيني. يلا بقى نشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنا بقى، انا كان ابني عنده شويه تحاليل كده، فقلت الصبح الاول كده قبل ما اروح اروح احود على المعمل، اعمل التحاليل اللي هي اللازمه يعني، لان الاستشاره بتاعته بعد 3 ايام، فلازم التحاليل تكون جاهزه. فحودت عملت التحاليل بتاعته، ورحنا نازلين رايحين عند ماما. بصور لكم بقى ايه الطريق النهاردة. كان في زحمة، لان بيبقى عندنا يومين 2 بيبقى سوق 4 وتلات، فبيبقى في الشارع بيبقى زحمة في اليوم ده، والجو كان حر جدا جدا يعني. فربنا يعني يا رب يهون الشمس دي على الناس اللي بتشتغل في الحر. انا بحب الطريق قوي قوي وانا رايحه عند ماما بصراحه يعني. الواحد بيغير جو وبيروح يقعد بقى مع اختي، الله يبارك لها، ومع ماما ربنا يديها الصحه يا رب ويبارك لها. كانت هي اختي قالت لي ان هي تعبانه، فقلت هروح ابص عليهم اقعد معاهم شويه. بصراحه انا كان في دماغي ان انا هروح اقعد شويه يعني ساعه ساعتين كده وارجع قبل المغرب. وقلت ابص اشوف ماما، يعني هي اختي كانت قالت لي ان هي تعبانه، فقلت ابص عليها وارجع على طول يعني. فروحت بقى بصراحة اليوم اتحول هناك بعد ما كنت خلاص اللي قلت هقعد ساعتين ولا ساعة وهرجع على طول. لا بقى كانت ناوية على بيات بقى. كانت ناوية على بيات. او اختي دي بصراحة اللي يعرفها يعني ما اعرفش بتعمل لهم ايه، بتعمل ايه للشخص ان تخليه يلزق جنبها. يلا فربنا يبارك لها وربنا يخليها ليا. وعايزه اقول لك انا بحبك يا سوسو والله. ربنا يبارك لك ويديك الصحه ويحقق لك كل اللي نفسك فيه ويبارك في صحتك ويخليك ليا يا ماما وما يحرمنيش منكم. هنا بقى هو بيني وبين ماما 10 دقايق، لا مش 10 دقايق، تلت ساعة بالعربية. فالجو زي ما انتم شايفين كان حر كده. هنا وصلت بقى، هو العربية ممكن تلف لفة كده ان انا اروح، بس انا ساعات بنزل من هنا بحب اخدها مشي يعني، وساعات العربية توصلني لحد البيت عادي يعني. نزلنا هنا لقينا الموتور، انتوا طبعا عارفين ده ان ده موتور الري اللي بيروي الاراضي وكده يعني. هو انا ما اعرفش اسمه موتور ولا اسمه ايه، بس هو ده اللي بيبقى بيوزع الميه على الاراضي وكده. معلوماتي بسيطه يعني ضعيفه قوي في الحاجات دي، بس انا عارفه شويه حاجات يعني. هنا بقى وصلت البيت عند ماما. وطلعت دخلت بقى لقيتهم قاعدين، ولقيت ماما قاعده بتخرط الملوخيه. قلت لا هتشمر بقى واعمل وخرط شويه الملوخيه بقى. سلمت عليهم ولقيتها قاعده بتخرط، كانت هي راجعه من السوق برضو تعبانه. السوق ما بين البيت وما بين مكان السوق ماما بتركب له توك توك وكده عشان توصل للسوق، فبترجع اليوم ده بيبقى تعبانه يعني. فكانت قاعده، كانت قطفت الملوخيه وقاعده، دخلت عليها لقيتها ايه بتخرطها، رحت قاعده معاها خرطتها. عمل ما عملوا كوبايه شاي ومسكتها خرطتها كده. انا بحب القعده تخريط الملوخيه دي. هنا بقى الصاله، هم قالوا لي ان هم بيروقوها على طول بصراحه من على الوش. وانا كنت من كام يوم كنت جيت وشلت لهم السجاد اللي كان موجود، اللي انتوا شفتوه في الفيديو اللي هو الاخير اللي كنت مصوراه عند ماما، ده اللي هو من فتره، ده كان فيه هنا سجاد. فانا كنت شلت لهم السجاد وحطيت لهم الحافظات دي اللي هو عشان الجو حر وكده.
فانا لما جيت لقيت الصاله، هي الصاله ما كانتش متبهدله، بس هما ما كانوش شالوا الحافظات دي بقالهم تقريبا 5 ايام ولا حاجه. فقلت بقى ايه، اشيلها، لان ماما طبعا مش هتبقى قادره لانها تعبانه. ادعوا لها ان ربنا يشفيها ويقويها على الشيله اللي هي شايلاها يا رب، ويديها الصحه ويعينها ويبارك في صحتها يا رب. وادعوا لسوسو كمان ربنا يبارك لها يا رب، ويحقق لها كل اللي نفسها فيه ويصلح حالها. شلت كل ده بقى، حطيته ايه في البلكونه يتشمس. قلت عمال ما ايه ما اروق جوه وكده يكونوا ايه خدوا ايه يعني اتشمسوا شويه. بصراحه هنا كان تقريبا العصر، بس الشمس كانت صعبه قوي الصراحه. يعني انا كنت بطلع الحاجات دي، كانت الشمس صعبه جدا. لقيت الزرع هنا ناشف. ده ابن اخويا قال لي انا هسقيه، قلت له ماشي سقيه. بصراحة الشات ده، بص الزرع ده يعني عيني انطفى او دبل من الشمس، رغم ان هم اصلا مهتمين بيه وبيشربوه مية على طول يعني. فانا بنشر بقى السجاد، لا قلت لا هسقيه برضو عشان لو الجو حر اصلا، والتربة بتاعته هتلاقيها نشفت اصلا. هنا بقى دخلت بقى على الصالة، الشباك ده لامم تراب كتير طبعا، انتوا عارفين هنا الطريق اصلا تراب جامد اصلا مش اسفلت. فاي عفر اي عربيه معديه موتوسيكل فالتراب بيطلع، رغم ان هم هنا في تاني دور يعني. فمسكت انا صدري انكتم اصلا، ما بحبش اشفط التراب بالكميه دي بمقشه، بيكتم الصدر الصراحه. مسكت نفضت الشباك كويس قوي، وبدات بقى ايه اكنس البلاط الارضيه بقى بتاعه الصاله دي. بصراحه انا مسكت الشقه كلها، مسكت اوضه ماما، كانت ماما مروقاها بصراحه اوضتها، وما كانش فيها حاجه غير ان انا كنستها ومسحتها. اوضه ياسمين هي كمان يعني اوضتها كانت ما فيهاش حاجه بصراحه. هي كانت فرش السرير كان نضيف عندها، وكانت كل حاجه، بس برضو ايه مسحتها لها يعني ايه وانا بمسح بقيه الشقه وكده. مسكت بقى كده الصلاة يعني كنستها كويس. المقشة دي صراحة طلعت عيني، ما بتكنس، حاسة ان هي بتجيب تراب مش بتكنس يعني، اللي هو انا بشيل من مكانها كده بلاقي مكانها تراب. فرخمة قوي في الاستخدام بتاعها الصراحة يعني. هنا بقى جبت الجاروف وبدأت ألم البتاع. جيت دخلت الأول هنا بقى على المطبخ، قلت ايه أمسح المطبخ الأول. وكده. دي الشوفونيرة بتاع ماما، مش عارفة انتوا عارفين الشوفونيرة ولا ايه. دي حاجة كده من زمان بصراحة، هي عاملاها ان هي بتحط المواعين بتاعتها، لان هنا مفيش مطبخ ان هي تعلق فيه المواعين بتاعتها. فالشوفونيرة دي كل اللي اكيد امهاتكم كلها عندها الشوفونيرة دي. التراث هي قديم. فهي حاطة فيها المواعين بتاعتها. فهي بعيدة يعني الخشب بعيد عن، فانا قلت هات له ميه برضو، لان البلاط كان محتاج ان هو يندعك بمقشه وكده. فانا دلقت ميه ودعكته بالمقشه، وبعد كده بدات اجر بالمساحه ونشفته بقى. وهنا برضو الصالة ما كانش فيها اصلا فرش يعني، ما فيهاش عفش غير الكنبة اللي انت شفتها وانا بلم السجاد وكده. فيعني فقلت هدلق مية براحتي يعني، لان حتى المية اللي هدلقها مش بتدخل الاوض، بتدخل على الحمام. فدلقت المية بصراحة براحتي يعني، بقيت ادلق المية وارش زي ما انتم شايفين كده بالمقشة، وادعك بقى الوزر بتاع الحيطة كان عليه تراب، والارضيه بتاعه البلاط. بعد ما خلصت خالص بقى بدات الم كل الميه دي بالمساحه على الحمام. هو البلاط كان مساعدني ان الميه اصلا كل ما بدلق ميه بتدخل لي على الحمام، ما كانش الحمد لله بتدخل على الاوض. نشفت بقى كده بالمساحه، شديت الميه كلها بالمساحه وبدات بقى ان انا ايه انشف بقى البلاط. جبت ميه نظيفه وحطيت فيها معطر، وبدات انشف البلاط. الصاله زي ما انتم شايفين كده ما فيهاش غير الكنبه دي، كان فيها كنبتين شالوا كنبه حطوها تقريبا في اوضه ماما وما فيش غير الكنبه دي والقعده. انا قلعت الشبشب لان الشبشب ده وقعني وانا داخله اجيب ميه، وقعني. فقلت لا انا همشي حافي احسن، لان الشبشب ده ناعم وما يعني بشوف كوارث منه. كل ما باجي هنا اعمل حاجه او اروق وهستخدم ميه وكده لازم اتزحلق منه. فقلعت خالص، قلت لا مش هشتغل بالنهارده، مش عايزه اقع مش عايزه اقع النهارده. خلصت بقى جوه الجزء اللي جوه ده، وخلصت اوضه ياسمين برضو كنت مسحتها، والبلكونه بتاعتها برضو مسحتها لها، والجزء اللي جوه ده كله خلص. والاوضه برضو التانية اللي هي على الشارع التانية الناحيه التانية برضو خلصتها. يعني هنا اصلا الصاله دي في النص، في اوضه وحمام ومطبخ هنا، وفي اوضتين الناحيه التانية.
انا خلصت بقى الاوضه اللي هي على الشارع اللي انا ناشره فيها الحافظات دي برضو، ومسحت البلكونه بتاعتها، هبقى اجيبها لكم برضو قدامي يعني. هنا بقى السلم كان متبهدل زي ما انتم شايفين، هو مفتوح. في ناس كتير هتقول خلي بالكم علشان خاطر السلم مفتوح، وممكن هو بصراحة مش امان خالص، فربنا يقويهم ويعينهم ويصوروا السطح ويعملوا ويقفلوا دي، لانها فعلا صعبة. جبت السلم بقى من فوق لان كان متبهدل، ولما بيجي شويه هوا بيجي التراب، وزي ما انتم شايفين كده بدات جبت السلم من فوق بقى ونزلت بيه لحد ايه تحت، او لحد المدخل بتاع البيت. هي المقشه رخمه، ما كانتش بتنظف السلم كويس يعني، حتى السلم فيه وزر كده، اللي هو الوزر اللي هو موجود ده على فوق السور ده، ما كانتش المقشه بتجيبه كده. بس انا بقى ايه بقى يعني، قلت لا هي اللي حلها المية يعني، بس اشيل الاول التراب اللي هي كتير ده وحلها المية. الشنطة دي كانت شنطة السوق اللي ماما كانت لسه راجعة منها، فضت السوق وحاجتها يعني وكده، وحطيتها على السلم. فانا خدتها ايه هحطها لها تحت بير السلم، على الفرن اللي تحت بير السلم ده. وهي اصلا كان في حاجات خضرة كده للطيور، فنزلتها لها هي بقى تبقى توديها ورا عند الطيور، المكان اللي ورا اللي انا كنت مصوره فيه وانا بجيب العنب اللي بابا زرعه ده الله يرحمه يعني. فهي هتودي بقى الحاجات دي ورا. بدأت زي ما انتوا شايفين كده انزل بالسلم، كان متبهدل خالص والله. هي ايدها فيه وربنا يعينها، وبتعمل يعني، يا ماما بتعمل، بس طبعا هي ماما ست كبيرة يعني، مش صغيرة فالله يعينها، هي على قد كده وهي بتعمل، فربنا يعينها. هنا بقى ايه بدأت كده، وصلت للمدخل نزلت، وشايفين التراب اللي نازل منه، تراب كتير جدا، ده غير الحتة اللي هي تحت بير السلم دي قعدت فيها شوية انا مع نفسي كده، فيها تراب كتير. طبعا ابني لازم يشاركني في اي حاجة. مسكت بقى شلت قدام البيت كده كنسته، بس الجزء ده لان لقيت الجو حر ما قدرتش يعني، المفروض ان الشارع اللي جوه ده تبعنا يعني، بس كنسته قدام المدخل البيت وخلاص. بدأت بقى ادلق ميه كده على السلم وعلى الاسمنت اللي فوق ده، الجزء اللي بتاع الاسمنت اللي فوق ده. هتقولوا انتوا كنتش خايفه؟ والله كنت خايفه بس اعمل ايه؟ ربنا يعينهم يا رب ويقويهم ويرزقهم ان هم يعملوا السلم ده، يقفلوه ويعملوا السطح، لان السطح برضو قعدته حلوه جدا بس مش امان، فربنا يقويهم بقى. مسكت بقى ايه السلم، دلقت الاول ميه كلها على الوزر وعلى الاركان اللي هي في بتاعه السلم دي، دلقت ميه بصابون كده، قلت عشان ايه ومليت جردل بقى، وبدأت ان انا امسح، ورغم كده والله غيرت المية مرتين. عليه تراب كتير يعني، عليه يعني حسيت ان المية بتتطين بسرعة. انا كنت بمسح ونشف كويس قوي عشان العيال اللي هي نازله وطالعه ما تتزحلقش، لان معرفش السلم بيزحلق علشان هو رخم قوي بصراحه. انا بقيت اصلا ماشيه حافيه، اصلا انا بعرفش امشي حافيه، بس بقيت نازله حافيه اصلا وخايفه يعني، انا واقفه برجلي ماسكه مثبته برجلي كده في السلم، لان انا وقعت كم مره من على السلم ده بصراحه وانا بمسحه. بس كنت لابسه الشبشب، فالنهارده قلت لا ما فيش شبشب هلبسه بقى، هنزل هتعامل وانا حافيه كده افضل، علشان ما اقعش ربنا يسترها يعني. وكنت بنشف الميه كويس قوي، لان ابني برضو زي ما انتم شايفينه كده مشاركني في كل تفاصيل يعني، فكان ماشي ورايا، فكنت بحاول انشف الميه كويس قوي عشان ما يبقاش فيه ميه ويتزحلق. خلصت بقى وغسلت الجردل بتاع اللي انا كنت بمسح فيه، وهم كانوا زارعين شويه زرع كده قدام البيت. هو انا مش عارفه صح ولا غلط ان هم زارعينه في جدار الحيطه كده، بس انا ما اعرفش، انا لقيته ناشف فقلت هسقيه. فمش عارفه ده غلط الصراحه على البيت ان هو يبقوا زارعين زرع في جدار الحيطه او لا، بس انا سقيته، قلت علشان الجو حر وكده فسقيت الزرع اللي بره ده. وطلعت بقى لقيت اختي بصراحه عامله لي كوبايه شاي، كنت انا مصدعه من الحر والحركه، حسيت ان انا جالي صداع بصراحه، فهي عملت لي كوبايه شاي شربتها، وبدات اكمل بقى افرش الصاله. زي ما انتوا شايفين كده الحافظات خفيفه الصراحه، فهي افضل من السجاد اللي هم كانوا فرشينه، فقلت لماما خلي السجاد في الشتاء، لكن وهيتعبك دلوقتي في الكنيس كل شويه، اما ده سهل ان يتشال ويتحط ايه وكده.
فشلته لها بقى، جبتهم لها بقى كده، انا فرشتهم لها بقى على في الصالة تاني، وبدأت ارجع بقى المخدات مكانها. المخدات دي الله يرحمه بابا اللي كان جايبها، المخدات بقى لها عمر الصراحة يعني دي تقريبا بقى يجي 20 سنة تقريبا. خلصت بقى ووريكوا اوضة سوسو كنت خلصتها، و... والبلكونه بتاعتها برضو كنت مسحتها لها وسقيت لها الزرع بتاع البلكونه. السرير كان مكرمش كده عشان احنا كنا قاعدين عليه، كنت باخد هدنه يعني قبل ما نشوف هنعمل ايه. قفلت بقى الشباك بتاع الصاله. صراحه هي قالت لي انا هعمل انا الاكل، فقلت لها تسلم ايدك. قالت لي بس فرشي لنا بقى فوق عشان هنطلع نقعد فوق في الطراوه، عمل ما انا اجهز وكده. قلت لها تمام. خلصت هنا صورت، خلصت الجزء ده البلكونه اللي التانية اللي قصاد بلكونه ياسمين. طلعت بقى قلت اطلع افرش فرشت الايه، القياس، الحصيره انت بتقول عليها ايه معرفش، الحصيره. وطلعت عزال الشاي، وطلعت الغزه اللي هي الصغيره دي اللي بنعمل عليها الشاي، وسقيت الزرع ده كله. هما حاطين زرع تقريبا ريحان ونعناع ومش عارفه ومسك الليل ومش عارفه ايه تاني كده. فكانوا الجو حر عليهم بصراحه. بدأت ان انا اسقي كل الزرع ده، انا بحب الصراحه ان انا اسقيه. فقلت لها انا هطلع اسقيه وافرش فوق. عمل ما انت هتقولي لي فين ابنك اسطوانه، انا هقول لك على دراعي عشان ما يجيش ورايا او يقع، لان انتوا شايفين السطح ما فيهوش اي صور منه منه للطل كده، فربنا يسترها يعني. كنت شايلاه، نزلت بقى لقيتها بتعمل الاكل وبتعمل اللي هي طشة الملوخية بقى دي. تسلم ايدك يا سوسو، الاكل كان تحفة والله العظيم. واي حاجة منك انت وماما بصراحة والله العظيم لو حتة جبنة عندي بالدنيا بحالها. عملت بقى الملوخية، ملوخية ياسمين، اللي عايز ياكل ملوخية بجد ياكلها من ايد ياسمين، هي بتعرف تعمل احسن مني كمان. خلصت بقى الملوخية وخلصت الاكل وحطيته على الصينية كده، وانا خدته بقى وطلعنا فوق. كان خلاص بعد المغرب بقى، خدته وطلعنا فوق ناكل. بعد ما كنا بقى وسهرنا شوية وشربنا الشاي، كان خلاص يعني الساعة 1 شوينا دورة بقى وكانت يوم بصراحة من أجمل الأيام صراحة. وبدل ما كانت همشي بعد ساعة قعدت للساعة 2:30 بالليل. صراحة كان يوم حلو قوي وربنا يخليهم ويبارك فيهم، وكنا مسيطرين على عيال ما تقلقوش عشان السطح يعني، فكنا مسيطرين عليهم. وبكده يومنا يكون خلص. بدأت بمشوار صغير وانتهت بقعدة حلوة عند ماما واكل الذرة مشوي. انا بحب الايام البسيطة دي جدا، يمكن ما فيهاش حاجات كبيرة بس بتفضل احلى ذكرى. لو حبيتوا الفيديو، لو حبيتوا اليوم ده، ما تنسوش تدعموني باللايك وتشتركوا في القناة لو لسه اول مرة تشوفيني، واكتبوا لي في التعليقات بتحبوا قعدة السطح وتحبوا الاجواء دي ولا لا. وحابة اشكر كل حبايبي على كومنتاتكم الجميلة اللي زيكم. ربنا يكبر بخاطركم ويسعد ايامكم يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا، ويديم وجودكم في حياتي يا رب، ويبارك لكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.